انتشر خبر مؤسف عن بنت ضربت زميلتها في مدرسة بالتجمع بشكل عنيف جدا. خلينا نستغل الترند ده ونتكلم عن المشكلة دي بشكل أوسع. امتى الطفل بيلجأ للعنف وازاي نربي ولادنا على التعامل مع المواقف دي بحكمة؟ يلا بينا. أولا، ليه الطفل بيعتدي على طفل تاني؟ الأسباب ممكن تكون بسيطة لكن عواقبها كبيرة، لأنه بيحس بالقوة الجسدية وبيبقى شايف نفسه قادر يسيطر على اللي قدامه لأنه أضعف. رقم 2، لإن عنده ضعف في المهارات الانفعالية، يعني مش بيعرف يعبّر عن مشاعره غير بالعنف، سواء كان غضب أو إحباط أو حتى رغبة في إثبات نفسه. 3، التربية أو البيئة المحيطة، لو شايف عنف في البيت أو المدرسة هيبدأ يعتبر إن ده تصرُّف طبيعي. قبل كده وضّحت فكرة إن الطفل اللي بيتصرّف بعنف غالبًا عنده احتياجات نفسية مش ملبية، سواء كان حُب أو احتواء أو اهتمام، ده بيدفعه للفت الانتباه. إزاي؟ أحيانًا بالعنف. اللي بيتعرض للعنف المفروض يعمل إيه؟ الولاد لازم يتعلموا يتصرفوا بوعي لما يتعرضوا للإهانة الجسدية أو اللفظية. يعني رقم واحد، لازم يحذر اللي قدامه بصوت عالي، يقوله بقوة ابعد عني أو ما تعملش كده. ده بيخوف اللي قدامه، بيديله إحساس إن الطفل اللي واقف قدامي ده مش ضعيف. رقم اتنين، بيصد الضربة ويمسك إيد الشخص اللي ضربه بقوة علشان يحمي نفسه بدون ما يأذي اللي قدامه. رقم 3، نبلغ المسؤولين، سواء حد من الطرفين أو لو كان ابنك طرف بيتفرج على خناق، لازم حد يروح يبلغ المسؤولين، سواء مدرسين، مدير المدرسة أو حتى الأهل بالتليفون. رقم 4، لو الموقف ده اتكرر لازم الطفل يتعلم يدافع عن نفسه بقوة لكن بحكمة ومن غير استخدام عنف زائد. عشان كده مهارات الدفاع عن النفس لازم الولاد يتعلموها. هما بيعرفوا يضربوا فين وازاي وبيتحكموا في قوة الضربة، فممكن يدافع عن نفسه من غير ما يسبب جروح أو آثار دايمة للطفل اللي قدامه. القوة مش دايما عضلات، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بس القوة مش معناها إننا نضرب أو نؤذي، القوة ممكن تكون قوة بدنية ندافع بيها عن نفسنا أو عن غيرنا أو عن حد ضعيف، أو ممكن تكون قوة عقلية في اتخاذ قرارات صح أو إدارة الحوار في أوقات العنف بشكل مظبوط. ممكن تكون قوة نفسية، يعني إننا نحافظ على هدوءنا ونحل المشكلة بدون ما نضر حد قولا أو فعلا. مهم جدا نربي ولادنا على التوازن، يبقى قوي لما يحتاج للقوة وكريم لما يقدر يعفو، لأن ربنا قال والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إدارة المشاعر هنا بقى مع الأهل هي الحل، لازم نعلم ولادنا يديروا المشاعر بشكل مظبوط. من أهم الأسباب اللي بتخلي الأطفال يلجأوا للعنف هي عدم القدرة على التحكم في مشاعرهم. مشاعر الغضب أو القهر لو ما اتعلموش يسيطروا عليها ويديروها صح بتتحول لمشكلة كبيرة. زي ما قلت قبل كده إن المشاعر زي النار، لو عرفنا نتحكم فيها ونستفيد منها ضاءت حياتنا وحل مشاكلنا، ولو فقدنا السيطرة عليها ممكن تحرقنا وتحرق كل اللي حوالينا. دور الأهل إيه في المشكلة؟ لو الطفل كان مظلوم نعوضه نفسيا ونساعده يتشافى، كمان نجيب له حقه بالقانون أو عن طريق المدرسة، ونعلمه إن ما يسيبش حقه وإن ما ضاع حق وراءه مطالب. الطفل كان ظالم لازم يتحمل مسؤولية غلطه، لازم نعلمه يعترف بخطأه ويعتذر بشجاعة، وفي نفس الوقت ندعمه نفسيا بدون ما نقويه على الخطأ أو ندافع عنه وهو غلطان. لازم يتحمل مسؤولية اللي حصل. الدفاع عن النفس لازم نعلمه للولاد صح. أكتر الحاجات اللي ممكن نعملها هي إننا نعلم ولادنا رياضة للدفاع عن النفس زي الكاراتيه، التايكوندو، الحاجات دي. ليه؟ لأنها بتعلمهم يدافعوا عن نفسهم بدون ما يؤذوا اللي قدامهم، بيتحكموا في طاقتهم وفي غضبهم، كمان بتحسسهم بالثقة بالنفس. ومع ذلك التسامح مع القوة هو التوازن. القوة بدون أخلاق ممكن تتحول لأداة دمار. لازم نعلم ولادنا زي ما بيدافعوا عن نفسهم يبقى عندهم رحمة وسماحة، زي ما قال ربنا في كتابه العزيز ومن عفا وأصلح فأجره على الله. مهم جدا نربي ولادنا على حاجتين أساسيتين. رقم واحد، إدارة مشاعرهم عشان ما يتحولش الغضب أو القهر لطاقة سلبية تدمرهم وتدمر اللي حواليهم. رقم اتنين، التوازن بين القوة والعفو، القوة بتحمي والتسامح بيرفع والاتنين بيكملوا بعض. الحادثة دي درس كبير لينا كأهل، لازم نشتغل على نفسنا ونشتغل على أولادنا عشان نبني جيل يعرف يتعامل مع مشاعره ويحافظ على نفسه وعلى اللي حواليه.